السلام عليكم. والله دي تالت محاولة إن عملت بس مرتين النهاردة، وبقى بلاقي ما بينتشرش، ما بيوصلش للأصدقاء ولا بيتسجل، مش عارف ليه. أنا طبعا مش فاهم حاجة من بالكم. المهم إيه، أنا آسف على التأخير، وهحاول بقى بسرعة أقرأ القصيدة الثانية من ديوان هي الحلم هي الوجود. ازيك يا أستاذ محمد؟ الديوان ده صدر من سنتين بالظبط، فأنا بقى بعمل بث مباشر، يعني أي حجة، يعني قال يعني بحتفل بمرور سنتين على الديوان اللي ما حصلش. هو الحمد لله يعني حقق مبيعات كويسة، طبعا كلها راحت. معنى العقد اللي بيني وبين الناشر اللي هو الهيئة عمل الكتاب، كان بيقوم على إن هم يدوني تمن الديوان ده، تمن رهيب جدا، و1500 جنيه وبس وشكرا، وكل أرباح مبيعات مش عارف للأبد ولا إيه ليهم. وطبعا يعني أحسن من ما فيش، بس الحمد لله جت على خير. ربنا يكرمك يا أستاذ محمد، ربنا يكرمك يا رب. القصيدة الثانية في الديوان صفحة كام؟ 11، بعنوان زحمة قهوة البستان. وقهوة البستان دي قهوة معروفة في وسط البلد في القاهرة، من شارع طلعت حرب في ظهر قهوة ريش، وهي كانت زي جنينة خلفية لقهوة ريش في السابق يعني. وكانت قهوة ريش بتستخدمها، قهوة ريش قهوة مشهورة، معروف إن كان بيقعد فيها الفنانين الكبار وكده، والأدباء، وأشهرهم نجم محفوظ طبعا، وغيرهم وغيره يعني. المهم لما اتقفلت قهوة ريش وبعد كده اتفتحت وبقت قهوة للأثرياء، وما بترحبش بالحرافيش، فاتفتحت في ظهرها أو في المكان اللي كان جنينة لقهوة ريش، اتفتح قهوة سموها قهوة البستان. وكان في الثمانينات بنسميها احنا كشعراء ومثقفين أو صعاليك المثقفين في القاهرة، كنا بنطلق عليها بستان ريش. القهوة دي اتشهرت خالص وكبرت وبقى روادها كتير، وكانت في فترة ثورة 25 يناير لعب روادها دور في تنظيم المليونيات وغيرها. وكانت تتميز بإيه؟ بقهوة ريش بالذات، قهوة قصد البستان، إن كان روادها من كل أطياف من كل الأطياف، الطيف السياسي المصري، يعني كنت تلاقي فيها الإسلاميين والاشتراكيين الثوريين و6 إبريل واللي ملوش في حاجة، حتى وبتوع اللي كنا بنسميهم حزب الكنبة كانوا بيجوا يشيلوا. قبل الثورة المكان ده كان ال يعني مكان لقاء الشعراء الحالمين وعلى مختلف الأعمار. وتتميز قهوة ريش برضو إن هي مش بس مكان للشباب صغير، لكن الشباب اللي زينا بقى اللي شعرهم ابيض فجأة ده من غير سبب. المهم نبدأ بقى نقرأ لكم القصيدة، يا رب تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلمي أنا راحل بلا مركب ولا شطآن، أنا مهاجر إلى وطني وأنا سايب هنا وطني، أنا داير في لفة كون، أنا عائل، أنا مجنون، أنا عاشق ونفسي أكون، فنن عينيها لون شوفها وأنا بتها وأنا ضيفها، وأنا بتها وأنا ضيفها. معلش يا جماعة أنا مش نسيت. وأنا بتها وأنا ضيفها،
معايا. وأنا في القصة شخص حنون، أنا سهم الهوى المسنون، وهي القوس رمى قلبي في زحمة قهوة البستان، في ريحة شيشة محروقة، في لحظة فرح مسروقة، وغنت كلمة آخر حرف فيها النون. يا زمني هتعرفني وهتشوفني، وتاخد حلمي يتدفى في كف الحلوة، ما تسألنيش في أول يومها عن سني، وتمد إيديها تتوضى دموعي نازلة من جفني، وتعشقني وتاخد أمري من قلبي تعيشني، وأنا أضحك كما الأطفال في لمة لعبة الأولى، وأجري أسابق الترماي وأشد السنجة وأتشعبط. هنا بكرة، هنا الماضي، كله في لحظة، كله الآن. ولما تنهي جلوتها هتديني لقب إنسان، وأدور في لفة كلها ألوان، وطعم القهوة يلسعني ويضحك عليا من قلبه أو الفنجان، ويقول عني ولد شايب ولسه قال ناقص لسعان. يا حلمي أنا بردان، حدود الغيط ما تنفعش تحوش تنشيعة الجيرة على الأحزان، وشمس الوعد ما تدفيش وأنا عريان. هاتولي من عينيها جزوة تدفي العمر ما تطفيش، وقولوا لها كفاية بقى نفيه، وقولوا لها كفاية بقى نفيه برا خارج الأزمان. قولوا لها تخليني هنا هي وما تمشيش، وتفتح أبواب الشمس على روحي، وتحرق ضلوف الشيش، وتحضني. كل اللي باقي في زمان الأرض ما يكفيش، وأنا راجع إلى وطني، وأنا سايب هنا وطني. أنا داير في لفة كون، أنا عاقل، أنا مجنون، أنا عاشق ونفسي أكون. شكرا، يا رب تكون عجبتكم. ربنا يكرمك يا أستاذة شيماء ويحفظك ويبارك فيك. بس يا جماعة، طبعا احنا القهاوي في القاهرة زي في باريس وزي في اسطنبول بتلعب دور مهم جدا في. ربنا يكرمك يا أستاذ محمد، ربنا يعزك يا رب ويرفع من شأنك. بتلعب دور كبير جدا في تجميع المثقفين، وبتدي فرصة للتعارف ما بينهم، لأن مشكلة تقديم المبدعين في بلاد، طبعا ما أقصدش باريس طبعا ولا اسطنبول، أقصد في بلاد النور زي القاهرة، مشكلة كبيرة جدا، لأن اختيار السبوت أو اختيار تسليط الضوء على شخص ما بيكونش عن طريق الكفاءة بس، أو حجم الموهبة أو حتى الخبرة، لكن بيكون ليها أمور تانية احنا في غنى الكلام عنها، لأن مفيش فايدة في الكلام عنها دلوقتي. الله يكرمك يا أستاذ أحمد. الديوان ده صدر من سنتين يعني، وأنا لسه في عز شباب 52 سنة. اتأخرت ليه في إصدار ديوان وأنا بكتب شعر عامية من وأنا عندي 18 سنة، يعني من حوالي 3 أشهر. وبرغم إن أنا محرر وبشتغل في هيئة الكتاب من الثمانينات، لكن كنت أفضل دايما إن أنا ما أفرضش نفسي وأستخدم فكرة الزمالة، لكن كنت عايز الصحيح، الطريق الصحيح، إن أنا شاعر وشاعر يستاهل النشر، فالناشر يجري ورايا يقول لي تعالى انشر لك، غير كده يبقى بنضحك على بعض. وده هتحصل إن شاء الله، الحمد لله، يعني بفضل الله بمشيئة الله حصل في 2012 إنه طلب مني الديوان، طلب مني وقدمته
وأنا واخد تفرغ بعيد عن هيئة الكتاب وعن عملي أكتر من 10 سنين. أما تحقيق المبيعات ونجاحه، فزي ما قلت، مش عارف قلت أو ما قلتش، إن التعاقد بيني وبين هيئة الكتاب ما بيقومش على إن ليا نسبة في التوزيع، فبالتالي مش عارف أوصل لأرقام التوزيع. إن كان بعض الزملاء بشروني في معرض الكتاب اللي فات إنه كان من أعلى الكتب توزيعا يعني، وإن ده لم يعلن عنه، لأن حتى الإعلان عن ده، عن نسب التوزيع، بيكون مقصود تلميع بعض الأشخاص وإغفال بعضها يعني. أو يمكن أنا عامل زي عواجيز الفرح بقول كده عشان أبرر، يمكن. وإن شاء الله بكرة نكمل. كنت عاوز أقول لكم حاجة كان المفروض أقولها امبارح، تعليق على عنوان الديوان، لأن في كذا حد سألني يعني هو يعني إيه هي الحلم هي الوجود. الحقيقة العنوان ده هو اسم لجماعة أدبية أو فرقة فنية، إذا كان يصح إن احنا نديها الوصف ده. كنا مكونين أنا ومجموعة من الأصدقاء في نهاية الثمانينات، كانت اسمها الحلم والوجود. كانت بنقوم بإيه؟ بإلقاء قصائد بتاعتنا أو بتاعت مشاهير شعراء العامية زي فؤاد حداد أو جاهين أو كده، وننشد نغني على الدفوف. عارفين ولاد الشوارع؟ كانت حاجة شبه كده، لكن كنا للأسف أو مش للأسف كانش نقدر نعمل كده في الشارع، وكنا بنعمل في عروض في قاعات أو في مسارح، لغاية ما ضمتنا الثقافة الجماهيرية في الجيزة وأصبحنا فرقة شبه رسمية. ساعتها أعلنت انسحابي وحلينا الفرقة. الغريب إن احنا كنا من أشعارنا الخاصة واختياراتنا كانت يعني نقدر نقول إن احنا كنا لينا نهج ثوري، وبرغم من كده كانت الثقافة الجماهيرية بتشجعنا. والغريب إن أكتر أماكن استضافتنا نحيي لها مناسبات كانت فروع الحزب الوطني في الجيزة، وكنا بنعمل بروفاتنا، وكان يعني بيراعينا وفتح لنا المكان على مسؤوليته وبدون أي رسميات. الشاعر المرحوم أحمد زرزور رحمه الله كان من أفضل الناس إنسانيا يعني اللي أنا شفتهم، ومن أفضل الشعراء إنسانيا رحمه الله. آخر منصب تولاه كان هو في الفترة دي ماسك بيت ثقافة بولاق الدكرور، وآخر منصب تولاه الله يرحمه على ما أتذكر يعني كان رئيس تحرير مجلة قطر الندى، مجلة الأطفال اللي بتصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة. فضل الحلم والوجود عنوان لحياتي، إن أنا بحلم إن إحنا نكون موجودين، ما أقصدش أنا. وبالتالي كنت شايف إن واقع، شايف مصر هي الحلم اللي لازم يكون له وجود، والحلقة المفقودة ما بين الحلم وتحقيقه هي عزمنا وحركتنا، الشاعر بشعره، المعد بإعداده، والصحفي بصحفيته، والمذيع بثوريته وإخلاصه. وأنا مش يعني متعاهد إن أنا مش هتكلم في السياسة لأن ماليش فيها، إذا قلت هخرف وخلاص. فأنا مش هتكلم إلا في تجربتي الشعرية
الشعرية صح. أنا بحبها والله، بعمل شعرية ممتازة جدا يعني كنت، لكن لما دلوقتي ما بقدرش أقف، أنتوا عارفين. استودعكم الله، وبكرة إن شاء الله مع القصيدة الثالثة أو مع أي اقتراح تقدموه، أنا تحت أمركم، ندردش زي ما احنا مع بعض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.